فيها. الجير الثاني عندنا 7000 ار بي ام، الجيج وصل 130 كيلو. السلام عليكم، معكم أحمد من أستاذ أرابيا. اليوم راح نسوي ريفيو سيارة الأخ نايف. طبعا نايف قاعد في السيت اللي ورا نفس الريفيو السابق. أوكي، راح نسوي ريفيو سيارته نيسان جي تي آر موديل 2009 السيارة. أوكي، نفس ما تعرفون الجي تي آر نزلت 2008، هذه ثاني قصة 2009. اوكي، 2009 كانت السيارة فيها حوالي 480 حصان. نتكلم عن هاي السيارة اللي احنا فيها. اوكي، السيارة عليها فل بولتونز، زين. التعديلات اللي عليها عليها انتركولر، عليها يعني الكولينج سيستم مالها بايبنج غير، عليها ويست جيت اتش كي اس، عليها بلو فالف، عليها اكزوست سيستم، وعليها تعديلات خارجية مثل عليها فرونت ليب، عليها جناح غير، عليها سايد سكيرتس، عليها توب سيكرت هود. ما ادري اذا نسيت شيء او لا، بس عموما هاي التعديلات اللي عليها. السياره لما نقعد فيها، طبعا اول شيء احسه في الجي تي ار عموما تحسه ان السيت يودك عدل، يعني ما يخليك تتحرك، ما يعطيك مجال انك تسوي بلاي. يعني انا ما اعتبر شخص متين، بس ما احس اني قاعد اتحرك في السيت. فما بالكم اذا احد امتن مني بيقعد، يعني ما ادري هو بيدش في السيت او لا. فما اذا حد شوي وزنه متين لازم يضاف حق يشتري جي تي ار. انا اوكي الحين خربت الفيديو. اوكي، ما اقص عليك. واضح النغزه. يب. زين. اوكي، نفس ما قلنا ان السياره اللي احنا قاعدين فيها تقريبا 650 حصان على الويل. اوكي، وحاليا انا في القطه اوتوماتيك. زين. طبعا الجير هو ديول كلاتش، معروف عن ان الجير وايد سريع. عموما معلومه عن الجير الشركه اللي صممتها شركه بروك وورنر، هي نفس الشركه اللي تصنع تيربوات. الشركه صممت الجير بروك وورنر، شركه استراليه، والشركه اللي صنعت الجير هي شركه يابانيه تم تصنيعها في اليابان، بس اللي صمموا الجير شركه ايطاليه، شركه استراليه اللي هي بروك وورنر. حق الناس اللي ما قعدوا في الجي تي ار من داخل ولا مره، طبعا الجي تي ار حلو فيه انه هو وايد ينفع حق استخدام يومي، لان ما ادري اذا احد فيكم قعد في زد من قبل ولا قعد في هيونداي سكوبي او اي سياره لو ليفل، بيلاقيها سياره سيتاتها نازله ويعني كراسيه مو مريحه حق استخدام يومي. الجي تي ار حلو فيه انه هو هم يمشي سريع وهم عملي وهم كرسي رفيع، يعني اي احد يقدر يسوقه ويطلع فيه بدون ما هو يحس انه هو موتور سبورت او رافقي. بنتحكي شوي عن الجي تي ار. الجي تي ار نفس ما قلنا في البدايه، اول موديل انباع 2008. الجي تي ار ماكينته في ار 38 دي اي تي تي. اوكي، الماكينه طبعا هي مصنوعه مانوالي باي هاند، يعني الماكينه تكون صناعتها باليد، وكل ماكينه تنصنع ينحط عليها توقيع الشخص اللي صنعها. اوكي، الترانسميشن مال جي تي ار مو بنفس باقي السيارات، او معظم السيارات محطوط في الوسط السياره. الترانسميشن مال جي تي ار يسمونه ترانز اكسل، ينحط فوق الدفريشن اللي ورا. هاي ميزه الجي تي ار، حق ان الويت ديستريبيوشن يكون 50-50 قدام وورا. طبعا مثل ما تعرفون الفور ويل درايف سيستم مال الجي تي ار اسمه اتيسا. طبعا اتيسا هو سيستم قديم مال استعملت النيسان في سيارات كثيره فيها فور ويل درايف، مثل R32 R33 R34 الجي تي ارز، وعندكم الانفينيتي M35 مثلا او G35X اللي استخدمت فيهم الفور ويل درايف، استخدمت فيهم نيسان الاتيسا سيستم. بس طبعا الاتيسا سيستم ATTESA اللي استخدمته نيسان في الجي تي ار هو سيستم مقوى، يعني يشد سرعات عاليه. الاتيسا سيستم شلون يشتغل؟ في تو شافت، شافت واحد يروح من الانجن
للترانزاكشن اللي ورا اللي هو الترانسميشن مال جي تي ار، والشافت الثاني يطلع من الترانسميشن اللي ورا ويروح للفرونت ويل درايفز حق يحركهم، وبكذي يكون عندنا سيستم فور درايف مال الجي تي ار. الجير اللي في السياره اللي احنا اليوم قاعدين نسويها تست درايف، طبعا الجير ريبلت يستحملون حوالي 1000 الى 1300 حصان، فالسياره صج عليها 600 او 650 حصان، بس الجير اللي عليها يشد حتى ل 1000 حصان ورايح. فهاي شيء جيد حق اذا راعي سياره تكون عنده خطط مستقبليه انه مثلا يصير ريبلت الانجن، راح اوريدي عنده جير جاهز انه يستحمل القوه. الجير الثاني 60 70 80. الجير الثالث طبعا مو معطينا فول ثروتل، بس قاعد نختبر تسارع السياره، ومن التسارع يبين ان هي وايد اسرع من الجي تي ار الستوك. يعني انا اعطيته الحين تقريبا نص الثروتل او ربع الثروتل، واعطاني احساس انه قاعد اسوق جي تي ار ستوك بالثروتل كامل. طبعا نفس ما قلنا لكم السياره عليها بلو فالف، فان شاء الله ينسمع الصوت في التصوير عندنا. شوف 4000 RPM. طبعا الشيء الحلو في الجي تي ار بعد ان الستيرنج فيل ماله وايد حلو، يعني صدق الجي تي ار موتر ثقيل تقريبا في 1800 كيلو، بس لما تيود السكان ما تحس بهالوزن، يعني يعطيك احساس ان السياره بوايد وزنها اخف. طبعا الشاشه اللي تشوفونها هي شاشه اللي صمموها هم بوليفوني جيمز، هي نفس الشركه اللي سوت ديفلوب لعبه الجراند توريزمو مالت البلاي ستيشن او الجي تي 5، وطبعا تعطيكم عده اوتبوتس، مثلا تعطيكم هني قوه البوست في اول شاشه، ثاني شاشه تعطيكم الكولنت تمبرتشر مثلا والترانسميشن اويل تمبرتشر، ووايد اشياء، والجي فورس مال اللفات او الجي فورس مال الاكسلريشن، فيها وايد معلومات مفيده.